حبيته من ايام الدراسة وهو حبني. ظروفه كانت ضيقة بس انا شجعته يتقدم لي. جه واتكلم مع اهلي وامي قعدت معايا وقالت لي يا بنتي انا مش موافقة عليه، ده فقير، لو اتجوزتيه هتتعبي في حياتك. شوفي اختك الصغيرة العريس اللي متقدم لها غني قد ايه، بس انا بحبه وهو بيحبني. الحب لوحده مش كفاية يا بنتي، لما تجوعوا مش هتاكلوا حب ومش هتلبسوا حب، لما ربنا يرزقكم بعيل مش هتربوه بالحب. بس انا موافقة عليه وان شاء الله ربنا هيرزقنا، احنا قاصدين رب كريم واكيد مش هيغزلنا اللي انت عايزاه يا بنتي. بس انا عايزاكي تفتكري دايما ان قلتلك بلاش الجوازه دي، واتجوزت والظروف كانت صعبه فعلا، بس هو كان حنين وبيخاف عليا وبيحبني. جوزي حصلت له مشكله في شغل وساب الشغل، عشنا ايام صعبه قوي، ولما كنت اروح عند ماما تسالني عامله ايه ما اقدرش اشتكي عشان هي حذرتني، ابتسم واقول لها الحمد لله كويسه. تعبت كتير وجوزي كل يوم يخرج يدور على شغل واخر اليوم يرجع ويقول ما لقيتش شغل. ايام كتير ننام من غير عشاء. تعبت في يوم واستلفت فلوس من جارتي ورحت كشفت، الدكتور قال لي الف مبروك انت حامل. الخبر صدمني، بدل ما افرح خرجت من عند الدكتور وما قدرتش امسك دموعي، بكيت بحرقه وبقيت اقول بقى يا رب مش عارفين نعيش بطولنا وكمان هتجيب طفل اعذبه معايا. خلاص خدت قرار ان اروح لامي واحكي لها على كل حاجه وهي تتصرف وتنزل الجنين. وفعلا رحت لامي لقيت اختي عندها اللي كانت لسه عروسه جديده ومتجوزه راجل غني. اختي كانت في الاوضه مع امي وانا قاعده في الصاله وسمعاها بتبكي وبتقول لها انا مش ممكن اكمل مع الراجل ده على طول بيهني وبيضربني، لازم يا ماما تطلقيني منه. سمعت كلام اختي وخرجت من سكات ورحت على شقتي، لقيت جوزي وفي عينيه الفرحه. بكيت وانا بقول له انا حامل، لقيته بيحضني وبيقول لي وانا اخيرا اشتغلت.